نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله الذي نصب للعالم أعلام العلوم وجعل حفظة القرآن خواصه من العموم، وأراح أرواح الموحدين من الحساب والمتاعب والهموم، وسير الكون بأجمعه فالمؤمنون الصادقون طرازها المرقوم. وأين يفر الظالم وقد دعا عليه المظلوم وشكى مظلمته إلى ملك بأمره الملوك تقوم. يعلم السر قبل أن يكون سرا، ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويسمع جميع الدعوات بتعدد الحاجات وبتفنن اللهجات. إلهي يا مالك الأملاك أنت المقصد، يا من له كل البرايا تصمد. أبواب الملوك قد أوصدت، ورأيت بابك واسع لا يوصد. مددت إليك يدي ربي بالذل مبتهلا، فيا خير من مدت إليه يده. وقلت يا أملي في كل نائبة، ويا من عليه بكشف الضر أعتمد. فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. المؤمنون بنور وجهك آمنوا، عاثوا بحبك ليلهم فتهجدوا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا عز إلا في طاعته، ولا سعادة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في ذكره. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى والحذر من الظلم، لأن الظلم ذنب عظيم وجرم خطير وخلق سيء يأكل الحسنات ويجلب الويلات ويورث العداوات والمشاحنات ويسبب القطيعة والعقوق ويحيل حياة الناس إلى جحيم وشقاء وكدر وبلاء. والظلم هو مجاوزة الحدود التي شرعها الله عز وجل. إن التعدي والتطاول على شرائع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى حقوق الآخرين عباد الله. والظلم نوعان: أحدهما ظلم النفس، وأعظم صوره الشرك بالله تعالى، كما قال سبحانه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتأهله. والشرك بالله تعالى ظلم عظيم للنفس، وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ثم يلي الشرك مرتبة في ظلم النفس المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر. فكل معصية يرتكبها العبد إنما يظلم لنفسه يوقعها فيه وسينال عاقبته. والنوع الثاني إخوتي في الله من الظلم ظلم العبد لغيره، وهو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تظالموا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. ومن الظلم والتطاول على أموال اليتامى والبسطاء والعامة الذين لا يستطيعون حيلة لاسترداد حقوقهم ولا يهتدون سبيلا. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
أو إن التعدي على حقوق الغير أو التسويف والتأخير في قضاء الدين وخاصة من الغني، ففي الحديث الصحيح مضل الغني ظلم. في هذا الحديث يخبر صلى الله عليه وسلم أن مطل الغني ظلم، والمطل هو التسويف والتأخير في قضاء الدين، فإذا ما طل الغني فهذا يعد ظلما لأنه قادر على السداد ورد المال، فلما منع المال وأخذ يماطل كان ظالما. ومن الظلم أيضا هو حرمان المرأة من حقها في الميراث من أبيها أو زوجها أو موروثها أيا كان، أو المماطلة في ذلك. ومن الظلم الذي يقع فيه بعض الناس ظلم الأجراء والمستخدمين من عمال ونحوهم ببخسهم لحقوقهم أو تأخيرها أو أوقاتها أو تغيير الاتفاق المبرم معهم في بلدانهم أو إهانتهم بقول أو فعل. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. ومن الظلم ممارسة الأذى الجسدي أو النفسي لأي شخص، ففي الحديث أن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. عباد الله، من أقرب الناس إلى الإنسان زوجته، وظلمها يكون بالتقتير عليها أو سوء معاملتها أو إهانتها أو هجرها أو تهديدها أو عدم حسن الخلق معها. ومن لا خير فيه لأهله لا خير فيه لأمته. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ومن الظلم أيضا ظلم الأولاد بإهمال تربيتهم أو سوء معاملتهم أو تفضيل بعضهم على بعض. عباد الله، لا يظنن أحد أن ظلمه للعباد بضرب أو سب أو شتم أو تزوير أو أكل مال بالباطل أو هتك عرض أو سفك دم أو غيبة أو نميمة أو استهزاء أو سخرية أو جرح كرامة. لا يظنن أحد أن شيئا من ذلك الظلم سيضيع ويذهب دون حساب ولا عقاب، بل لا بد للظالم والمظلوم من الوقوف بين يدي الله عز وجل في محكمة العدل الإلهية ليحكم الله تعالى بينهم بالعدل. ذلك اليوم الذي لا ظلم فيه ولا واسطة ولا جاه ولا رشوة ولا شهادة زور. الله يحكم كما قال الله تبارك وتعالى: الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. وقال أيضا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولسائر أبناء المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، لا فلاح مع الظلم، ولا بقاء للظالم، ولا استقرار للمعتدي مهما طال الزمن ومهما بلغ به الشأن. يقول ربنا جل وعلا أنه لا يفلح الظالمون، ويقول عز شأنه: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال أيضا عز من قائل: هل يهلك إلا القوم الظالمون. وقد تتأخر عقوبة الظلم إلى حين وأجل يعلمه الله. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ عليه: وكذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فإن العقوبات الإلهية من الله تبارك وتعالى هي سنة من سنن الله تعالى التي لا تتغير ولا تتبدل. وكما قال الله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. عباد الله، إن من أعظم وسائل إزالة الظلم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالعدل والحكمة والموعظة الحسنة. فقال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله،
أنصره إذا كان مظلوما؟ أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. وقال الشاعر لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم أجره يأتيك بالندم، نامت عيونك والمظلوم منتبه ليدعو عليك وعين الله لم تنم. فاتقوا الله عباد الله، وصلوا وسلموا على محمد رسول الله. وقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا عليه تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وألف بين قلوبنا. ومن أرادنا أو أراد بديننا أو بلادنا بسوء أو مكروه فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا الله. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وهيئ لهم البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المسلمين. وأقم الصلاة.